اهلا وسهلا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملكم في صحه جيده وانتم كتشوفوا الحلقه ديال اليوم ما شاء الله غادي نشارك معكم اسهل والذ وانجح تشيز كيك. غادي تجربوه بطعم الشوكولاته، غني بطعم الشوكولاته بثلاث طبقات وحده تنسك في الاخرى. اكيد غادي تبلاو به في رمضان، من الشهيوات اللي كيحمقوني انا، خاصه اللي بغيتو تحليو هكا في رمضان كيجيو واعرين بزاف ولداد وكميه كبيره اللي كيخرج، وغير بمقادير اللي قلالين وعاديين جدا. ندوزو مباشره للمقادير وطريقه التحضير باش ما نطولش عليكم. بالنسبه للطبقه الاولى غادي نحتاجو 200 غرام ديال بسكويت الشاي، غادي نذوبو معاها واحد 100 غرام ديال الزبده، نذوبو 100 غرام الزبده، نطحنو البسكوي. ندوزو مباشره باش نشوفو طريقه التحضير. نخليو الزبده تذوب على جنب، وغادي ندوزو باش نطحنو دابا البسكويت. تقدروا تطحنوه بالهشوار بحال هكا، ولا طحنوه غير ديروه في بلاستيكه وتبقاو عليه بالدلاك حتى يتطحن مزيان. نخلطوه هو والزبده مزيان حتى كيولي لنا على هذا الشكل هكا، ومن بعد نحطوه في واحد المول، نديروه كطبقه اولى في المول اللي القطر ديالو 24 سنتيم. غنسرحو مزيان بالمعلقه، ومن بعد غادي نقادو بيدي باش كتجينا الطبقه مقاده مزيان ومفينيه. بالنسبه لمقادير الطبقه الثانيه غادي نحتاجو 250 غرام ديال الكريمه السائله المحلاه اللي بالسكر، 150 غرام ديال الحليب، 4 ديال القطع ديال الجبن المثلث تقدروا تعوضوه بالمربع، معلقه كبيره عامره ديال سكر حبيبات سكر سنيده، وجوج فلون بالنكهه ديال الكراميل. هادشي كله نطحنوه في الخلاط مع هذا الحليب. غادي نطحنوه بالميكسور حتى كيولي على هذا القوام هذا، كيولي ثقيل شي شويه، وعاد ديك الساعه غادي نزيدو عليه الحليب. غادي نديوه للنار ونطيبوه على نار متوسطه مع التحريك المستمر، ما تحبسوش من التحراك باش ما يتحرقش لكم من التحت. غنبقاو كنحركو حتى الخليط يفيض لينا، مع راه دايرين فيه الفلون حتى كتطلع فيه ديك الغليه. عاد ديك الساعه نحيدوه من على النار. هنايا كيف ما كتشوفوا راه ضعف الحجم ديالو، طفيو عليه دغيا باش ما يفيضش لكم. مباشره غنحيدوه من على النار، وغادي نضيفوه للطبقه الاولى ديال البسكوي. غادي نديروه فوقها ونستعنوا بواحد الصفايه باش الا كانوا شي شوائب نحيدوهم. ندخلو التشيز كيك للثلاجه باش كتبرد لنا الطبقه الثانيه وكتماسك. بالنسبه للطبقه الاخيره غادي نحتاجو 250 غرام ديال الحليب، غادي نحتاجو معلقه كبيره ديال الدقيق ولا معلقه كبيره ديال النشا مايزينا، واحد فلون بالنكهه ديال الشوكولاته، واحد المعلقه كبيره ديال السكر. والسكر كيبقى ديما على حسب الذوق، راه تقدروا تزيدوا ولا تنقصوا من الكميه اللي كندير انا كندير واحد الكميه اللي عاديه باش ما كتجينيش الحلوه حلوه بزاف. تنبغيش انا الحلوه ناكلها تضعقني، كنبغي ناكل الكميه اللي بغيت منها وما تقهمني ما والو. في واحد الكاسرول غادي نضيفو هذيك ربع لتر ديال الحليب، غنضيف عليها جميع المكونات وغادي نديوها على النار باش نطيبوها. النار دائما تكون متوسطه. بالنسبه لهاد الطبقه ديال الشوكولاته ما توجدوها وطيبوها حتى يكون تشيز كيك ديالنا برد وتماسك في القوام ديالو. من بعد ما كيغلى
وكطلع فيه الغليه حتى هو وكيطيب لنا مزيان. ودائما نكونوا كنحركوا ما نحبسوش من التحرك. غناخذوه مباشره وغادي نديروه على الطبقه الثانيه. غنردوه عاوتاني للمجمد ولا الثلاجه حتى كيبرد وكيتماسك، وديك الساعه نخرجوه باش نديموليوه. هنايا صافي راه برد، خرجته باش نديموليه. غادي ندوز الموس من الجناب ونحيدو السيركل. بالنسبه للتقطاع ديال هاد التشيز كيك تقدروا تقطعوه كيف ما بغيتو نتوما. انا اختاريت نقطعوه المربعات، راه تقدروا تقطعوه دي طرونش هكا يجيو طويولين شي شويه. المهم نتوما كيبقى لكم الاختيار. صافي دابا غادي نحل السيركل نحيدو وغادي نجر داكشي علاش درت واحد الورق ديال الطبخ من تحت هذاك بلاطو باش دغيا كنجر التشيز كيك ديالي ونقدر نقطعو. الا كان عندكم نتوما شي ولا من الاحسن ديروا قطاعه من الاول. انا راه ندمت لاش درت داك البلاطو ما كانش عليا ندير بلاطو حيت في دوك الجناب يقدر تبغيو تقطعوه ما تلقاو كيفاش ديروا. هنايا غادي نجيب موس طويل باش كنقطعوا التشيز كيك ديالنا. كيجي مفيني مزيان كنهبطوا عليه مره واحده. وهادو هما القطع ديال التشيز كيك اللي وجدت معكم. غادي ناخذهم دابا وغادي نحطهم فوق واحد الورق على حسب التزيين وعلى حسب التقديم، وغادي نحطهم في البلاطو. طربت شويه ديال الكريمه سائله وزينت بها من الفوق. وغادي ناخذ بالنسبه للخطوط ديال الشوكولاته اللي درت، خديت غير يوغورت بالنكهه ديال الشوكولا، درتو في داك القمع وانا نزين به على شكل خطوط بحال هكا. نتمنى الوصفه والحلقه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. الا عجبتكم الوصفه كالعاده خليوا لي اكبر عدد من لي لايك وتعليق ديالكم الزوينه. ما تنساوش تتابعوني على صفحتي ديال الانستغرام، غادي نخلي لكم اللين ديالها اسفل الفيديو هي والصفحه ديال الفيسبوك. ندوقو دابا التشيز كيك باش تشوفوا كيفاش كيجي القوام ديالو، كيفاش كيجيو دوك الطبقات، واللذه ديال كل طبقه مختلفه تماما على الاخرى، ولكن كيجيو متناسقين مع بعضياتهم. ودوك الليغو كيجيو خطيرين بزاف. الا جربتوه خليو لي صور تطبيقاتكم على انستغرام اللي غادي نخلي لكم اسفل الفيديو. شكرا لكم وشكرا على المتابعه، والى اللقاء الى وصفه وحلقه جديده ان شاء الله. السلام عليكم.